ازيكم اخباركم ايه؟ معاكم زياد الحصري. في فيديو النهارده هنتكلم ان شاء الله مع بعض عن نوع مختلف شويه من الحقن. هنتكلم بالتفصيل عن حقنه اسمها زولادكس. الحقنه دي للاسف محدش يعرف عنها حاجه قد كده، حتى طريقتها مش كله يعرفها. فلو انت طالب في كليه طبيه يبقى لازم تركز جدا معايا، او لو انت بتشوف الفيديو وعندك حاله هتاخد الحقنه دي يبقى برضو ركز جدا معايا، ويلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا. الحقنة بتاعتنا بنقدر نستخدمها في أنواع مختلفة من الأمراض زي البريست كانسر أو سرطان الثدي، الاندومتريوزس أو بطانة الرحم المهاجرة، اليوترس بليدنج أو نزيف الرحم، بروستات جلاند أو يعني كانسر في البروستاتا، وأخيرا الهرمونال ديستربنس. وزي ما قلت لكم في بداية الفيديو إن عدد قليل جدا اللي يعرف حقن زولادكس، أو مش كتير يعرف حاجة عن طريقة إعطائها. انا نفسي ما كنتش اعرف عنها اي حاجه، بس ابن اختي تعبان وبياخد الحقنه دي وانا رحت معاه واتعلمت طريقه اعطائها وبقيت انا اللي بديها له على طول. فعشان كده قلت اصور لكم الفيديو ده وانقل لكم خبره حقن زولادكس. بس قبل ما نخش في الخطوات ونعرف مع بعض بتتاخد ازاي، ادعوا له ربنا يشفيه ويشفي كل مريض ويبعد عننا كل حاجه وحشه. حقن زولادكس بتتاخد بالظبط زيها زي حقن الانسولين عادي جدا، بنفس الدرجه بنفس كل حاجه. الحقنه بتيجي في الغلاف اللي قدامنا كده، نبدا ان احنا نفتحه. خدوا بالكم، ناس كتير بتخاف انها تدي الحقنة دي او بتخاف انها تجرب اصلا بسبب شكل السرنجة نفسها. شكل السرنجة مرعب شوية زي ما احنا شايفين قدامنا كده. كمان ده غير الشكل السن اللي بيكون موجود. وزي ما احنا شايفين قدامنا كده الحقنة بتاعتنا، هنبدأ ننزل الجزء اللي باللون الأحمر ده أو اللوكر عشان نبدأ ندي الحقنة بكل سهولة. بمجرد ما تشيل اللوكر أو الجزء الأحمر اللي بيكون موجود في الحقنة بتاعتك يبقى أنت خلاص جاهز إنك تبدأ تدي الحقنة بتاعتك. وزي ما قلت لك في بداية الفيديو، الحقنة زيها زي حقنة الأنسولين بالظبط، حتى السن، بس السن شكله تخين شوية، أو يعني ده اللي بيخوف الناس. السن بيكون بالطريقة دي كده، أو البيفل بيكون أب أو بيكون لفوق، أو الجزء المشطوف ده بيكون لفوق. وبنسمي الله كده ونتوكل على الله. وطبعا بعد ما طهرنا المكان اللي هنشتغل فيه هنبدأ ان احنا نجمع كده الجلد بالطريقة دي او نمسكه بالصورة دي، ونبدأ نخش بالحقنة بتاعتنا ونبدأ ندي العلاج بتاعنا بطريقة مش سلولي او مش ببطء قوي ومش بسرعة قوي، بطريقة معتدلة. وقت ما بنخلص بنشيل السن عادي جدا. في الاخر ممكن تحط كده قطنة ببلاستر علشان ما يكونش فيه دم او اي مشكلة. زي ما احنا شايفين السن بيدخل جوه السرنجة، بعد ما نضغط ضغطة كده بتلاقي السن من نفسه دخل، ويبقى انت كده اديت الحقنة بتاعتك بطريقة مظبوطة. بس كده فيديو النهاردة خلص. اتكلمنا فيه وعرفنا طريقة اعطاء حقن زولادكس والاستخدامات بتاعتها وكل حاجة ليها علاقة بالحقنة دي. فيديو مهم جدا، ما ينفعش تكون طالب في كلية طبية متعرفش عنها حاجة، او لو لا قدر الله اتحطيت في ظرف انك تدي الحقنة دي وانت تكون مش عارف عنها حاجة. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تمنشن كل اصحابك وتعمل لايك وشير وسبسكرايب وفولو وتعمل كل حاجة حلوة. وتقول لأوزو بقى ابن اختي اللي انا يعني صورت عليه الفيديو ده، الف سلامة عليك، قولوا انت بطل عشان انت بتاخد الحقنة دي ومش بتعيط. طبعا هو يشوف الفيديو ده فكلمتين حلوين بقى. كان معاكم اخوكم زياد الحصري، وشكرا.